نوع من الناس أول ما تبص في عينيهم تحس إنك وقعت في حفرة من الغموض. نظرة واحدة منهم ممكن تخليك تتلخبط، تتجمد وتفكر 1000 مرة. هم دول برج العقرب. بس يا ترى إيه اللي بيخلي كل الناس تقول إن العقرب غامض؟ هو فعلاً شرير؟ ولا في سر محدش فاهمه؟ طب هو ليه لما بيحب كأنه داخل حرب؟ وليه دايماً كل اللي حواليه بيحسوا إنهم تحت سحره؟ تعال نكتشف سوا أسرار برج العقرب الحقيقي، من غير تجميل، من غير خوف، ومن غير أحكام. ده حفرة في النفس البشرية، بيحكموا بلوتو كوكب العالم السفلي، وده معناه إن كل عقرب بيتولد ومعاه طاقة نادرة جداً، يعيش كل حاجة بعمق، يخوف، يحس إن فيك خوف قبل ما تتكلم، يحس إنك بتكذب حتى لو ضحكتله. وده مش سحر، ده حدس نابع من الروح، من الغريزة اللي ساكنة جواه. بس تعرف اللي الناس بتسميه غموض هو في الحقيقة دفاع. العقرب بيتولد حساس زيادة عن اللزوم، بيحس بأي طاقة سلبية حواليه، فبيتعلم من بدري يلبس درع اسمه الصمت والهدوء والبرود المتقن. بس جوه في نار مشاعر ورغبة ووجع وفضول عن كل حاجة في الحياة. هو مش بيخاف من الضلمة، هو ابن الضلمة، يعرفه ويعيشه وبيخرج منه أقوى كل مرة. العقرب بيتولد كأنه فاهم إن الحياة مش دايما نور، فبيتعلم يمشي وسط العتمة بعينه اللمعة اللي شايفة كل تفصيلة. لو شفت عقرب ساكت ما تفتكرش إنه مش مهتم، ده بيحللك، بيقراك، بيشوف لحد فين ممكن توصله. العقرب مش بيتكلم كتير، لكنه دايما يعرف أكتر مما يقول. لو وقعت في حب عقرب انت مش داخل علاقة، انت داخل تجربة كاملة، تجربة فيها شغف، فيها خوف، فيها متعة، وفيها وجع. العقرب لما بيحب بعمق مرعب، مش هيحبك نص حب ولا هيديلك نص اهتمام، يا كله يا ولا حاجة. عنده شهوة للاندماج، مش في الجسد بس، لكن في الروح، في الفكر، في الوعي. هو عايز يعيش جواك وعايزك تعيش جواه. بس الخوف دايما صاحبه، خايف من الخيانة، خايف من الفقد، خايف من الضعف. عشان كده أوقات تلاقيه بيبعد فجأة، مش عشان ما بقاش يحبك، لكن لأنه بيحاول يحمي نفسه منك. العقرب ممكن يختبرك، يشوف هتفضل ولا لأ، يعمل نفسه مش مهتم، بس هو بيراقب كل تفصيلة وكل كلمة وكل نفس بتاخده. بيشوفك لما تسكت أكتر ما بيشوفك وإنت بتتكلم. ولو خنته، خليني أقولك حاجة، العقرب ممكن يسامحك بالعقل، بس عمره ما بينسى. هيخزن الوجع في مكان عميق جواه ويفضل ساكت لحد ما يقرر إما يعلمك الدرس أو يمشي وما يرجعش أبدا. بس ما تخافش، هو مش دايما انتقام. العقرب لما يتعافى بيبقى زي النسر، يطير فوق كل اللي وجعه ويبص للحياة من منظور جديد، كأنه اتولد من جديد بعد كل خسارة. العقرب بيعيش في حالة دايما بين طرفين، الخير والشر، النور والضلمة، الحب والكره، وده اللي بيخليه محير ومغري في نفس الوقت. جواه طاقة بدائية، طاقة الحياة والموت، بس هو مش محتاج يهرب منها، هو محتاج يتعلم يوازنها، يعرف إنه مش لازم يتحكم في كل حاجة، مش لازم ينتقم عشان يرتاح، مش لازم يخاف من ضعفه، لأن الضعف مش عيب، ده إنساني، وده اللي هيخليه يحب أكتر ويتحرر أكتر. سحر العقرب مش في غموضه، لكن في قدرته إنه يتحول بعد كل مرة بيتكسر فيها، كل مرة ينهار يقوه إنسان جديد. وده الدرس اللي جاي يعلمه للعالم كله، إزاي تتحول بدل ما تستسلم، إزاي تخرج من الرماد وتبقى لهب. يا برج العقرب، ما كنتش هنا عشان تكون مظلم، كنت هنا عشان تنور وسط الضلمة، عشان تكتشف إن الحساسية اللي بتخاف منها هي أكبر نقطة قوتك. لما تسيب قلبك يتكلم هتكتشف إنك ساحر بجد. الناس مش بتتعلق بيك صدفة، ده لأن طاقتك مختلفة، روحك عميقة، ولأنك بتلمس حاجات محدش بيقرب منها. ما تخافش تبين اللي جواك، ولا تتكسف من دموعك أو شغفك أو جنونك، ده أنت اللي بتخلق من الرماد وردة ومن الوجع نور. العقرب الحقيقي هو اللي بيواجه خوفه وبيطلع أقوى وأطهر كل مرة، وكل مرة الدنيا تكسر جناحك تكر الرمز التاني ليك، النسر،
اطلع فوق فوق كل الألم وشوف الصورة الكبيرة. ساعتها هتفهم إنك ما كنتش بتتأذي، أنت كنت بتتولد من جديد. خد بالك من نفسك يا عقرب، وسع لنورك وما تخافش من عمقك. العالم محتاجك زي ما أنت عالمك، غامض، صادق، ساحر، ومتحول دايما. دي كانت رحلتنا مع برج العقرب. لو أنت عقرب أو بتحب عقرب، شارك الفيديو ده مع اللي محتاج يسمع الكلام ده النهاردة. سلام، لحد المرة الجاية.